تخيل معايا شخص بيموت جوه لعبة وبيتعاد إحيائه في عالم جديد بشخصية جديدة، ولكن بيلاقي نفسه إنه ضعيف ولازم يسعى علشان يقوي نفسه من جديد. النهاردة هنشوف قصة بطلنا هيون وإيه اللي واجهه خلال حياته وإزاي هيبقى أقوى في المستقبل. بتبدأ قصتنا في سنة 2035. حصل تطورات كتيرة خلت في عالم جديد اتصنع شبه عالمنا الطبيعي واسمه عالم التوصيل، وده حصل عن طريق الذكاء الاصطناعي. والعالم ده عبارة عن لعبة متطورة خلت كل الناس عايزة تجربها وتلعبها. وبنروح لساحة المعركة وهناك بطلنا باي دو هيون واسمه في اللعبة هو كراش. بنشوفه بينزل قتال في جيش كبير قدامه بيحاولوا يهجموا عليه ولكن محدش قادر عليه. وبنلاقي هيون واقف لوحده اللي بالمناسبة هو محرك نفسي في اللعبة، يعني مش بيستخدم ايده في اي معركة ولكن طاقته وعينه هم اللي بيفوزوا. وبنشوف المحاربين اللي قدام هيون بيقرروا يستغلوا لحظة انه واقف لوحده وبيهجموا عليه وبيرموا اسهم، ولكن هيون بيقدر يخلي الاسهم اللي حدفوها عليه تترد لهم تاني وبترشق فيهم كلهم. واللي مش بيجي في الاسهم بيجري هيون عليه وبيطير رقبته بالخنجر بتاعه. وبعد شوية ساحة المعركة بتغرق بالدم وكل الجنود مرميين سايحين في دمهم. وبيمشي هيون ولكن أثناء ما هو ماشي بيلاقي حاكم عجوز بيطلع في الروح وبيقول له أنا عرفت إن في منقذين هيجوا للعالم علشان يخلوه أحسن، ولكن ليه مش موجود غير المقاتلين اللي زيك؟ ده أنت جيت وعملت خراب في العالم، ليه حرقت المدن وقتلت الأبرياء اللي هنا في القلعة؟ وبيقول له هيون انه ما يلومهوش هو لان النقابة هي اللي اتطورت مع الامبراطورية وامروه يعمل اللي عمله ده. وبيبص هيون وراه وبيلاقي في اتباع من النقابة جايين، فبيمشي هيو وبيقول له العجوز الحاكم انه هيدفع تمن افعاله. وبياخد هيون من العجوز سلسلة جواها فص ازرق وبيطلع بيها لبوابة وبيحط جواها الفص الازرق وبتفتح البوابة. وبينزل هيون على سلالم وبيلاقي جواها 3 عناصر كسبهم النهاردة. وبنعرف ان قبل 5 سنين النقابات اتعاونت مع الامبراطورية ودمروا العالم، والنقابات الرئيسية سيطروا على عالم توصيل. وهيون هو اللاعب الوحيد من أعلى 100 تصنيف في اللعبة. وبياخد هيون العناصر وبيقول في نفسه إنه هياخدهم قبل ما أفراد النقابة ييجوا ويعرفوا إنه وصل للعناصر دي قبلهم. وبيقرر هيون إنه يمشي من هنا خلاص، ولكن بيلاقي غلاف طلقة مرمي على الأرض وأول ما بيمسكه بتطلع منه طاقة كبيرة قوي بتأثر عليه. وفجأة هيون بيلاقي نفسه راجع للعالم الواقعي وطلع من اللعبة. وبيبص قصاده بيلاقي أفراد النقابة في وشه وواحد منهم بيكلم الرئيس بتاعه وبيقول له إنه خلاص قبض على هيون، والرئيس بيقول له إن يقتلوه. وبيقرب واحد منهم وبيقول لهيون انت كان لازم تثبت في مستواك وما تعديهوش، ولكن انت افتكرت الدنيا هتمشي على هواك علشان انت كويس في اللعبة وبقيت مشهور. وهيون بيبقى مرعوب وبيقعد يترجاه ما يقتلهوش، ولكن بيغطوا وشه وبيجي واحد من وراه بيهجم عليه بسكينة حادة. وبنروح لهيون وهو بيصحى من نومه وبيبقى شكله متغير تماما وشعره اصفر وعينيه زرقاء. وبيفوق وبيقول لنفسه هو ايه اللي حصل؟ هو انا ما متش ولا ايه؟ انا كنت فاكر ان بعد ما انطعنت بالسكينه اني مت. وبيلاقي خدامه جايه جنبه وبتقول يا راول. وبيستغرب هيون الاسم وبيبص على رسائل النظام وبيلاقي انه في المستوى الثالث ويقدر يستخدم نظام عالم توصيل ويجرب النسخه التجريبيه. وبيتصدم هيون وبيقول معقول انا كده دلوقتي جوه عالم التوصيل؟ وبيحس هيون بشعور مختلف خالص عن لما كان كراش في لعبة كونكت. وبنعرف ان اللاعبين العاديين كان عندهم نسبة مزامنة 30%، اما هيون نسبة المزامنة بتاعته كانت 90%. ولكن قدر هيون انه يفضل في المركز الاول لمدة 10 سنين لحد ما ظهرت النقابات الرئيسية. وبيقول هيون في نفسه انا كنت قوي قوي في لعبة كونكت وقضيت عمري كله في اني اقوي جسمي واوصل لمستوى عالي، وللاسف كل ده راح دلوقتي. ولكن بما ان دلوقتي في نسخة تجريبية في توصيل وكمان مفيش غير مستخدم واحد للعالم ده، انا مش مصدق ان الوحيد اللي قدرت اوصل للعالم ده
وبيدخل هيون علشان يشوف بيانات عنه في اللعبة، وبيلاقي إن بقى اسمه روال أشتون، والابن الأصغر لعيلة أشتون، والكنت الخامس لمملكة روبين. وبيعرف هيون معلومات عن المقاطعة، وده لأنه قابلها في المستوى الأول من لعبة كونكت. وبنعرف إن مقاطعة أشتون هي من عيلة مملكة روبين، والكنت مات فجأة هو وابنه الكبير، وحصل انقلاب بعد ما الابن الأصغر حكم المقاطعة، وحصلت كوارث كبيرة. وأثناء الكوارث دي اتكسر حاجز المنطقة المحرمة، وفشلوا في توقيف غزو الوحوش. وبيقول هيون إن المنطقة الجميلة دي المفروض هتخرب على ايده كمان 3 سنين، ولكن هو مش عايز ده يحصل، لان مش عايز يعاني في حياته ويموت تاني ويتنقل لعالم تاني. وبيفكر هيون في طريقة تخليه يزيد قوته، وبيقول في نفسه بعد شهر هيبدأ احتفال بطولة البلوغ التقليدي بتاع مقاطعة أشتون، ولو قدرت أوصل للنص نهائي هقدر أدخل أكاديمية المملكة، وهناك هعرف أزيد قوتي وأقدر أحمي نفسي في حياتي الجديدة دي. وبيمسك هيون سيف وبيحاول يتدرب شوية، ولكن بيقع على الأرض من التعب، ومش بيبقى قادر يمسك السيف أصلا من كتر ما هو ضعيف. وبعد شهر بنروح ليوم البطولة، وهيون بيلاقي عدد كبير من الناس جايين يشتركوا، وبيقول في نفسه إن معقول هيدخل قتال مع كل دول. وبنعرف إن هيون قدر يوصل للمستوى 13 بعد ما كان في المستوى الخامس، وبقى أقوى شوية، وفي احتمالية إنه يوصل للنص النهائي في البطولة. وأثناء ما هيون واقف بيلاقي واحد اسمه أكانديون، وهو ابن عم هيون ومع 2 قرايبه، وبيقرب على هيون وبيقول له معقول انت جاي تشارك في البطولة؟ ده انا كنت فاكرك قاعد بتعيط في اوضتك بعد اخر مرة شفتك فيها. وبيفتكر هيون ان كان ديون اتنمر عليه وهو بيتدرب قبل كده، وبيقول هيون في نفسه الولد ده اتعود انه يتنمر على الاضعف منه، علشان كده انا لازم اوقفه عند حده. وبيقول اكانديون لهيون انه لو ما انسحبش هيكسر عظم جسمه، وهيون بيتحداه وبيقول انه هيهزمه في النهائيات. وبنروح لمقاطعة أشتون، وهناك بيجي واحد وبيسلم الكونت ميلفن أشتون أبو هيون تقرير عن البطولة بتاعة النهاردة، وبيسأل الكونت أشتون عن هيون، فبيقول للراجل إنه رجع أوضته بسرعة وشكله كده تعبان جدا واستهلك قوته في البطولة دي. وبيبص الكونت في التقرير وبيلاقي اسم ابنه هيون موجود مع اللي تأهلوا لمرحلة المجموعات، وبيفرح الكونت وبيقول في نفسه انا ما اجبرتوش انه يتعلم ازاي يمسك السيف برغم انه اضعف من اخوه، ولكن بدأ التدريب قبل البطولة بشهر واحد، وكنت عارف انه تعرض للتنمر اثناء التدريب، بس انا ما كنتش عايز اساعده علشان عايزه يعتمد على نفسه ويبقى اقوى بدون مساعدتي، ولكن انا مبهور بيه دلوقتي ومش قادر اصدق انه فاز النهارده. وبنروح لهيون في اوضته بيبقى مرمي على السرير جسمه كله اصابات ومجهد جدا. وبنروح ليوم النهائيات، وهيون بيبقى في قتال مع شخص قوي وبيستغرب من اصرار هيون على الفوز برغم انه ضعيف. وبنشوف الراجل عمال بيهجم على هيون، وهيون مش بيعمل حاجه غير انه يصد هجومه. وبيتعصب الراجل عليه وبيقول له انت مش مكسوف من نفسك وانت مش بتعمل حاجه غير انك عمال تصد هجماتي؟ ده انت جبان قوي. وبيعمل هجوم اكبر على هيون، بس هيون بيستفزه وبيفضل مستمر في صد الهجمات. وفي اللحظة دي بيستخدم الراجل سيف المانا، والمتفرجين بيتصدموا لأن السيف ده قوته هائلة، وبيحصل انفجار كبير من قوة سيف المانا، والراجل بيتصدم لما بيلاقي هيون لسه صامت زي ما هو. وبيدخل الحكم وبيقول إن القتال انتهى والفايز هو هيون. وبيتعصب الراجل وبيقول ان ده ظلم لان المفروض هو اللي يفوز، فبيقول له الحكم ان هيون قدر يصيبه في رقبته. وبيعرف الراجل وقتها انه وسط هجوم سيف المانا هيون كان واقف بيخطط ازاي هيصيبه في رقبته. وبيبص له هيون وبيقول له ان بعد ما النهائيات تخلص هيوريه ازاي يغلط في مقاطعة اشتون. وبيرجع هيون البيت وبيبقى فرحان جدا انه فاز، وبيشوف التحديثات بتاعته وبيلاقي ان ظاهر على النظام انه قوي بكتير عن الاول، وكمان بقى في المستوى 19. وبنعرف ان كل ما هيون طول في القتال ضد شخص قوي كل ما قوته بتزيد، علشان كده فضل وقت كبير عمال بيصد هجماته وبس. وبيلاقي هيون ان في حاجات كتيرة لسه ما اتفتحتش في النظام، وبيقول ان اكيد هتتفتح كل ما يدخل مباريات اكتر. وفي النهائيات بيدخل هيون بطولات كتير،
وبيقدر يفوز فيها، والكل بيبقى مستغرب ان ازاي ابن الكونت اشتون الضعيف قدر انه يوصل لمستوى عالي من القوة كده في وقت قصير. ويحسوا ان هيون بيستخدم خدعة بيقدر يفوز بيها. وهيون لما بيسمع كده بيقول في نفسه ده حتى الناس اللي بتتفرج عن قرب ما يعرفوش حاجة عن القوة اللي بيمتلكها اللاعبين. انا لازم ما اقولش لاي حد عن القوة دي وافضل مستمر في استخدام التحرك الذهني. وبيدخل ايفان مساعد الكونت على هيون وبيسأله لو حصل له اصابة في اي مكان اثناء البطولات اللي دخلها، بس بيقول له هيون انه زي الفل. وبيطمنوا ايفان ان في كاهن ودكتور معالج ممكن يساعدوه في اي وقت. وبيقول له هيون طب انت جبت اللي طلبته منك؟ وبيطلع ايفان ورقة وبيقول لهيون انه عمل اللي قاله عليه، ولكن بيحذره من ديون. فبيقول له هيون انه ما يقلقش عليه وهو هيقدر يفوز عليه في مباراته الجاية. وبيمشي ايفان وبيقول في نفسه الواد هيون ثقته في نفسه عاملة زي أبوه بالظبط، ولكن ديون خصمه في المباراة اللي جاية واخد وبيحب يجرح خصمه بوحشية ومش بيهتم هو مين خصمه ده أصلا. وبنروح لهيون اللي بيمسك الورقة اللي اداها له إيفان وبيقول في نفسه إن معقول ده هو نظام مقاطعة أشتون، وبنعرف إن المقاطعة عاملة نظام مراهنة على نجاح البطولة والمشاركين في البطولة، بس هو اللي يقدروا يشتركوا في المراهنات. وهيون بيدخل المراهنة دي وبيقول إن ده هيبقى كفاية قوي علشان يثبت نفسه في العيلة. ودلوقتي هو كل أمله إنه يهزم ديون في المباراة النهائية في البطولة دي. وبيجي يوم المباراة النهائية والمتفرجين بيشجعوا هيون إنه يفوز النهاردة على ديون. وبيقف ديون قدامه وبيقول له أنا الحقيقة مش عارف أنت إزاي قدرت توصل للنهائيات وتقف قصادي أنا، ولكن النهاردة أنا هخليك تندم إنه فكرت تشترك في البطولة، والناس اللي بتشجعك دي هيعرفوا إنك ضعيف مالكش لازمة قصادي. وبيستفزه هيون وبيقول له إنه ينجز ويبطل رغي. وبيتعصب ديون وبيقرر انه هيقتل هيون النهارده. وبيجري هيون عليه وبينزل عليه بسيفه، ولكن ديون بيقدر يصده. واثناء معركتهم بيحس هيون ان مرونة ديون اقل مما كان متوقع وقوته عادية وسهل يفوز عليه. وبيهجم ديون عليه، ولكن هيون بيخبط رجله بيخليه يقع على وشه في الارض ومناخيره بتنزف. وبيقوم ديون وهو متعصب وبيستخدم سيف المانا، بس هيون بيحس برضه ان قوة السيف مش قد كده، فبيقرب على ديون وبيديله بالرجل بيطيره بعيد وبيقول له خلينا ننهي بقى المبارزة دي، بس انا اكتشفت انك لا شيء ياض، ده انت عار على مملكة اوشتن. وبيتعصب ديون وبيحاول يقوم يهجم على هيون، ولكن هيون بيجري عليه وبيدور في الضرب لحد ما ديون بيغمى عليه. والناس بتتصدم ان ديون القوي اتعلم عليه بالسهولة دي. وبيجي الحكم وبيقول ان هيون هو اللي فاز. وبيحس هيون بالاجهاد بعد المبارزة دي وبيقع على الارض، ولكن بيقوم تاني وبيبص على المكافأة اللي جات له وبيلاقي انه حصل على حاجات كتيرة كويسة ووصل للرتبة دي. وبيقول هيون في نفسه انا كده اقدر اروح لاكاديمية المملكة زي ما انا عايز بعد ما فزت في البطولة. وبنلاقي ان الكونت اشتون كان قاعد بيتفرج على المبارزة دي وفخور جدا بهيون. وبيقول في نفسه ان هيون عبقري مش علشان بس فاز على ديون، ولكن علشان كمان بقى اقوى بكتير في شهر واحد بس. وبيحس هيون ان ابوه هيوافق على انه يروح للاكاديمية طالما انه كان بيتفرج عليه وعرف مهاراته الحقيقية. وبيرجع هيون للبيت وبيقول لابوه على موضوع انه يروح للاكاديمية، ولكن بيتفاجئ ان ابوه رافض. وبيسأله هيون عن السبب، فبيقول له ابوه وده لانك لسه محتاج تدريب اكتر بسبب انه وقعت النهارده بعد انتهاء المبارزة، فخليك جنبي. فبيتعصب هيون وبيقول له ان استحالة ما يروحش وهو مصمم على قراره. فبيقوم الكونت اشتون وبيقول لهيون ان لو فعلا عايز يروح فيدخل مبارزة معاه، ولو فاز عليه هيسمح له بالمروح للأكاديمية. وقابل هيون بالتحدي ده وبيدخلوا معركة سوا، وهيون مش بيعمل حاجة غير انه بيصد سيف ابوه الكونت. فبيضحك الكونت بسخرية وبيقول له هو ده كل اللي عندك؟ انا هوريك مهارة السيف الحقيقية. وبيهجم الكونت بقوة عالية بتخلي هيون يغمى عليه، ولكن بيقوم وبيفضل يحاول في صد هجمات ابوه. وفجأة بيهجم هيون وبيقدر انه يجرح الكونت في وشه بسيفه وبيتصدم الكونت وبيقول في نفسه
الواد ده اتغير قوي، ودلوقتي جه الوقت ان نعترف بانه سياف قوي. وبعد شهر بيقدر هيون انه يسافر للاكاديميه، وهيون بيبقى مبسوط، واثناء ما هو في الطريق بيقول في نفسه ان ابوه كنت هيجيله يوم ويموت، ووقتها هتنهار المقاطعه. فعلشان كده هيون لازم يبذل كل جهده انه يبقى اقوى علشان يقدر يسد مكان ابوه لو حصل له حاجه. وبعد طريق طويل بيبات هيون في خيمه هو واللي معاه، وبعدها هيكملوا سفر. وبيسأل واحد اسمه فيليب عن هل هم هيوصلوا بعد ايه، فبيقول له فيليب ان بسرعتهم دي هيوصلوا بعد 5 ايام. وبيسأل هيون لو محتاجين يسرعوا شويه، ولكن هيون بيقول له ان السرعه دي حلوه علشان الجنود يعرفوا يتدربوا براحتهم. وبنعرف ان هيون وهو مسافر للاكاديميه اخد معاه 50 شخص عيلته مختارينهم، وكلهم مستوى قوتهم عالي بما فيهم فيليب. وبيجي واحد منهم لهيون وبيقول له ان خلص صيانة العربية وبقت جاهزة علشان لو عاوزين يمشوا في اي وقت. وبيسألوا الشخص ده عن ليه هو واخد العدد ده من الجنود، فبيقول له هيون انه هيعرف لما يوصلوا. وبنروح لمدينة ميرا، وهي من ضمن المدن اللي بيروحها اللاعبين بعد ما بيخلصوا البرنامج التعليمي بتاعهم. وميرا فيها مهمات وأدوات مخفية، وفي حدود لاستخدام قوة المانا علشان يوقفوا أي مجزرة بين اللاعبين المبتدئين. والمكان هناك مليان موارد، وده بيخلي اللاعبين مبهورين قوي بالمدينة ومش عايزين يمشوا من هناك. وفي مكان بيمس بنطاق الحكام وهو مليان وحوش علشان تزود مستويات اللاعبين. والمكان ده هو اللي هيون رايحه، واخد كل الجنود دول معاه علشان مستواهم يزيد ويبقوا قادرين يحموا مقاطعة أشتون. واول ما هيون بيوصل لمدينة ميرا بيجيله مهمة جديدة، وبيجيله الحارس بتاعه وبيقول له ان دلوقتي لازم يروحوا يقابلوا عمدة المدينة. وبنروح لعمدة المدينة واسمه رينالدو، وبيجيله حارس يقول له ان هيون جاي ومعاه 50 جندي علشان يزوروه. وبيستغرب رينالدو وجود هيون لانه معروف انه ضعيف، فاللي جاي مدينة قوية زي دي. فبيقرر رينالدو انه يستغل هيون ويجمع منه شوية فلوس علشان عيلته غنية. وبيدخل هيون وبيقول له انه جاي علشان عايز اذن دخول الغابة الملعونة. وبيستغرب رينالدو وبيقول ان المنطقة دي شديدة الخطورة على هيون، وبيبقى مكسوف يقول له انه ضعيف علشان يقدر يدخل منطقة زي دي. ولكن هيون بيشغل دماغه وبيطلع له 500 ألف جنيه. وأول ما رينالدو بيشوف الفلوس دي عينيه بتزغلل، وبيوافق ان هيون واللي معاه يدخلوا للغابة الملعونة. وبيفرح هيون وبيقول في نفسه دلوقتي الشيء الوحيد المتبقي علشان مستوانا يزيد وناخد المكافآت هو اننا ندخل الغابة دي، وخلاص قريب هبقى في قمة عالم الاتصال. وبنعرف ان في مدينة ميرا في اراضي كتيرة ومباني محدش موجود فيها، وعلشان كده سعر الاراضي نزل للنص تقريبا. وهدف هيون هو انه ياخد ارض رخيصة من دول وهيبقى عليها بيوت فاخرة ومقرات لنقابة اللاعبين وشقق للاعبين العاديين. وفي المستقبل الارض دي هيبقى تمنها 100 ضعف تمنها الحالي. وبيقول هيون انه فاكر في حياته السابقة ان مجرد ما بدأت الحرب مدينة ميرا كانت افضل ملجأ للاعبين، وفي حياته الحالية لازم يستغل الوضع ده. وبيروح هيون لنقابة فيرست وبياخد الدعم منها علشان يقدر يعمل اللي هو عاوزه في المدينة. وبنروح لمؤسسة المعركة في مكتب فرع ميرا، وهناك هيون بيقول للموظفة انه عاوز اعلى كتاب مهارات هنا من حيث الرتبة. وبتقول للموظفة ان الكتب العالية دي مش بتطلع غير للاشخاص المهمين. وبيسألها هيون ايه اللي المفروض يعمله علشان يبقى مهم، فبتقول له لو دفع 10,000 جنيه فيرمي لها هيون الفلوس وبياخد كل الكتب اللي مهارتها عالية. والمساعد بتاعه بيبقى ماشي ومش قادر يشيل هو وفيليب، وبيقول لهم هيون ان الكتب دي هتقدر تخليهم يطوروا لمستوى اعلى. بس فيليب بيقول له ان بفلوس الكتب دي كانوا يقدروا يشتروا درع قوة. بس بيقول لهم هيون ان الكتب احسن وهيعرفوا بكرة السبب. وبيروح هيون اوضته هو والكتب وبيفعل مهارة بتخليه يتعلم كل المهارات اللي في الكتب بسرعة. ووقتها العناصر اللي كانت مع هيون في حياته السابقة بترجع له تاني الا عنصر واحد بس. وهيون بيبقى مش عارف ايه مستوى القوة اللي المفروض يوصل له علشان ياخد العنصر ده بيه. تاني يوم بيجي شخص برنارد وبيقول لهيون انه عمل اللي امره بيه، وهيون وقتها بيبقى شكله زي المدمن لانه ما نامش طول الليل بسبب القراءة في كتب المهارات. وبنعرف ان برنارد هو خادم عيلة
أشتو وابن زوجة إفيان، وكان شغال في المقاطعة من وهو صغير، وإفيان هو اللي علمه كل حاجة، وبقى عنده ذاكرة عظيمة وبيقدر يفهم أي حاجة بسرعة. ولكن السبب اللي هيون اختار برنارد علشانه هو إنه بيقدر يتحكم بالرياح، وهو مستواه قليل ولكن موهبته عظيمة. وبيقول له هيون إنه يستعد علشان يروح دلوقتي لنطاق الحكام عند الغابة الملعونة. وأول ما هيون بيوصل للغابة الملعونة بيدخل مواجهة مع وحش عملاق، ولكن هيون بقوته بيقدر إنه يطير راس الوحش. ولما الوحش ده بيموت بيجي مجموعة كبيرة من الوحوش علشان ينتقموا لموت أخوهم. وبنعرف إن في الغابة الملعونة لو وحش مات بيقدر إنه يعيش من تاني، ولو حد فكر ياخد أدوات كسبها من الوحوش اللي قتلهم بتتحول لرماد مجرد ما بيخرج من الغابة. والكلام ده بينطبق على الناس العادية، أما اللاعبين ياخدوا اللي عايزينه عادي. وبنشوف زعيم الوحوش بيقول لهيون القوة دي كلها، بس بيقول له هيون ان دي اقل حاجة عنده، وبيهجم على زعيم الوحوش وبيقتله. وجاك وفليب بيقعدوا يلموا الادوات اللي مع الوحوش، وبيبقى لسه فاضل مجموعة من الوحوش، وفليب بيهجم عليهم وبيتعمل مهارة جديدة من كتب المهارات. وبيقول هيون شفت بقى، مش الكتب دي طلعت احسن من دروع القوة؟ واثناء ما هيون في الغابة الملعونة بيجي له رسالة من الجنود ان حصل لهم هجوم مفاجئ، فبيقرر هيون انه يرجع لميرا بسرعة. وبنروح لميرا، وهناك جنود هيون بيتعرضوا للهجوم من عيلة الفيسكونت راندال، وواحد اسمه رامون بيرشق سيفه في ظهر جندي وبيقول انا ما قدرتش امسك نفسي اول ما عرفت ان عيلة اشتون موجودة هنا، وكان المفروض نعمل الهجوم ده في اسرع وقت. وبيقول جندي ان هيون هيجي وهيوريهم نفسهم، بس يا عيني الجندي مش بيلحق يكمل كلامه وبيلاقي سيف رامون بيطير رقبته. وبيقول رامون ان يا ريت هيون يجي في اقرب وقت علشان عايز يقتله بسرعه. وفجاه ولاد الفيسكونت بيحسوا ان في طاقه كبيره جايه من وراهم، وبيلاقوه هيون وبيبقى متعصب جدا وبيقول لهم انتوا ازاي تجرؤوا ان تهجموا على افراد مقاطعه اشتون؟ ده انا هدفعكم الثمن غالي قوي. وبيقدر هيون انه يهاجم حراس راندال وبيقبض عليهم بمساعده جيك وفيليب. وبنعرف ان مقاطعه الكونت راندال شبه مقاطعه اشتون، لانه واحده من 5 عائلات محاربه في مملكه روبين، ولكن عيله راندال ما عندهمش تاريخ عريق على عكس عيله اشتون. وعلشان يخلي لهم تاريخ قوي قرروا يهاجموا أعدائهم، وأول مقاطعة استهدفوها هي أشتون لأنها فقدت سلطتها، وزمان قدروا يفوزوا على مقاطعة راندال في الحرب القديمة، وهم دلوقتي جايين وفاكرين إن هيقدروا يفوزوا تاني على مقاطعة أشتون. وبيقف هيون قصادهم وبيسحب سيفه وبيهجم على حراس راندال وبيقطع رقبتهم، وبيأمر الحراس بتوعه إن محدش يجي ويساعده وهو هيخلص الدنيا بنفسه. وبيتعصب كايل وبيطلع سيفه وبيهجم على هيون، ولكن بيستخدم هيون سيفه وبيقدر يقسم جسم كايل نصين بالعرض. وبيتعصب اخوه رامون وبيوجه كلامه لمجموعة من الناس تبعه وبيقول لهم ان ازاي واقفين بيتفرجوا كده ومش بيعملوا حاجة. فبيقرب واحد اسمه جيرمي، وهيون لما بيشوفه بيعرف انه من النخبة وبيهجم باقي الاعضاء من النخبة برضه. والقائد مستواهم الحالي 65 اما الباقيين 60، وبيحس هيون انه مش هيقدر يفوز على اعضاء النخبة لانه مستواه الحالي 45 بس. بيجمع كل قوته وبيدور فيهم القتل مستخدما هجمة الدب، والقائد جيرمي بيبقى واقف بيتفرج وبيقول في نفسه الواد ده هزم 2 من نخبتي وسمعت انه ضعيف وما يعرفش اصلا ازاي يستخدم السيف، هو ايه اللي حصل له؟ وبيقرب جيرمي على هيون وبيقول له انت مختلف عن الشائعات اللي سمعتها عنك، وعلشان كده انا هتعامل معاك بجدية، وريني بقى اللي عندك. وبيقول له جيرمي ان الجروح بتتشافى في مدينة ميرا فكل اللي بيعمله ده ملوش لازمة، بس هيون بيقول له انه يبطل هري على الفاضي لانه حاسس انه هو والفرسان اللي معاه ما اتدربوش خالص من وقت ما وصلوا لميرا، والفرسان اللي مرميين على الارض دول هم دليل على كلامه. وبيتوتر جيرمي وبيقول ان هيون ده خطر عليهم لانه عارف كل حاجة عنهم، فبيجمع كل قوته هو وافراد النخبة اللي معاه وبيهجموا على هيون. ووقتها هيون بيبقى مش قادر على صد هجماتهم فبيتصاب اصابات سطحية،
وجيرمي لما بيلاقيه مش بيقوم يستغل الوضع وبيهجم بمهارة سيف راندال، وهي عبارة عن أسهم نارية بتتحدف على هيون. وبيقول هيون في نفسه زي ما هو متوقع دي مهارة قوية معروفة ببراعتها الفائقة، أنا بعاني رغم إني مستعمل مهارة التحريك الذهني، أنا لازم أحاول أصمد أكتر من كده وأفوز في القتال ده. وجيرمي لما بيلاقي هيون صامد بيتعصب ومش بيبقى عارف يعمل إيه معاه تاني، ولكن وقتها هيون بيستخدم مهارة نسخ الطاقة وبيقدر ينسخ مهارة سيف راندال وبيطلع أسهم نارية بيرميها على جيرمي. ووقتها جيرمي بيفتكر ان في خاين من النخبة علم هيون المهارة دي، لان ازاي هيون يعني هيقدر يعملها بالسهولة دي. وبيفضل جيرمي يصد في هجوم هيون، ولكن هيون بيستغل الوضع وبيروح راشق خنجره في قلب جيرمي. وبنعرف ان مهارة التقليد دي هي عبارة عن نسخ لمهارة الخصم، ولازم اللي بيعملها ما يغفلش ثانية عن خصمه، لان لو ده حصل هيفوز الخصم بسهولة. وبيجي كايل وبيبقى عايز يهاجم هيون، وبيلاقي هيون ان كل افراد راندال رجعوا للحياة تاني لمدة ساعة، وبيأمر جيك وفليب انهم يقتلوهم. وبيقول هيون في نفسه انه لازم يحافظ على حياته الحالية حتى لو كلفوا الموضوع ان يحصل بركة من الدم بسببه، ولكن اهم حاجة انه ما يموتش زي ما حصل في حياته السابقة. وبيراقب راندال الاوضاع من بعيد وبيبقى متضايق جدا لان خطته كانت ان عيلة راندال هتهجم على هيون ويدمروه، ووقتها هو هيجيب حراس من عنده علشان يساعده هيون ويديله مبلغ كويس. ولكن هيون حطم كل خطته لما هاجم كل حراس راندال لوحده. وبيقول راندال الولد ده مطلعش ضعيف وهبل وينفع اقلبه في الفلوس زي ما كنت فاكر، ولكن ده شكله سيد سيف مقاطعة اشتون. وبنروح لبنت كيميائية اسمها ناكيا وبتبقى شغالة وهي مبسوطة وبتقول انا بقيت بشتغل كتير اليومين دول وبقدر اصنع الجرعات براحتي، وده بفضل هيون لانه بيبعت لي موارد الوحوش اللي بيلاقيها بصعوبة. ومش بس كده، ده بيجي بنفسه كل يوم يسألني عن حالي وعن لو عوزت حاجة. وبتحس ناكيا انها معجبة بيه، بس بتفوق لنفسها وبتقول ان ما ينفعش لانه اصغر منها ب8 سنين وهو كمان من عيلة غنية فما ينفعوش خالص. وبتروح ناكيا بيتها وبتدور على اختها الصغيرة اوني، ولكن مش بتلاقيها، وبتلاقي موجود رسالة مكتوب فيها ان اختها اتخطفت ولو عاوزة تنقذها فما تقولش لأي حد عن الرسالة دي وتستنى لما يجيلها تعليمات تانية. وبتتصدم ناكيا من خطف اختها وبتنهار من العياط، وبتطلع ناكيا تجري في الشارع وبتقول في نفسها ده حياتها هتبقى في خطر لو خرجت بره المدينة، انا سمعت ان في خطف كتير داير اليومين دول بس افتكرتها اشاعات، معرفش ان الموضوع فعلا حقيقي. يا ترى هعمل ايه دلوقتي؟ انا لو رحت للحكومة اكيد الخاطفين وقتها هيقتلوا اختي، ولو طلبت من النقابة المساعدة فالموضوع هياخد وقت. وبعد تفكير طويل مش بيجي في بالها غير هيون، وبتفكر لما قال لها ان لو وقعت في مشكلة او احتاجت اي حاجة تروح له على طول. وبيجي لهيون رسالة بان ناكيا في طريقها ليه، وبنعرف ان ناكيا هي ست الكل بيخاف منها، وده لان عملت تجارب على البشر لاجل انتقامها من الامبراطورية، وكان في ابرياء ملهمش ذنب في اي حاجة اتورطوا في انتقامها ده. وبيقول هيون ان هي جاية دلوقتي وطالبة منه المساعدة ولازم يساعدها. وبتوصل ناكيا وبتحكي ايه اللي حصل لهيون بس بيهديها وبيوعدها انه هيرجع لها اختها. وبيقعد هيون يدور على الأماكن اللي فيها الخاطفين بتوع المدينة، وبيبعت واحد اسمه بيرس لمكان منهم هو حارس هيون. وفي نفس اليوم بالليل بيروح بيرس لمكان وبيقول في نفسه ان في اثار على الارض، فشكله كده خلاص قرب يلاقي الخاطفين. وبيستخدم مهارة جديدة اتعلمها وبتقدر تكشف له عن شكل ومكان الخاطفين، وبيبقى في جوائز سحرية وهمية حواليهم. وبيبلغ هيون انه خلاص لقى الخاطفين، وبيقول في نفسه ان الوضع الحالي بيفكروا ب5 شهور فاتوا لما هيو كان معروف بضعفه وقلة موهبته مقارنة باخواته. وبنعرف ان هيون بعدها راح لارض تدريب الفرسان واتكلم معاهم ومع بيرس وطلب منه انه يبقى معاه في رحلته في مدينة ميرا. ولاحظ هيون ان بيرس عنده مهارات في القوس، فبيعلم بيرس حاجات تساعده انه يقوي مهاراته في القوس.
وبيقول بيرس في نفسه إن هيون الوحيد اللي اكتشف الموضوع ده، فهو هيتبع تعليماته أيا كانت هي إيه. وبيقول كمان إن بفضل كتب المهارات قدر بيرس يقوي مهاراته بسرعة، ولولا هيون ما كانش ده هيحصل. وبيوصل هيون للمكان اللي فيه بيرس، وبيلاقي إن فيه دواير سحرية حوالين مكان الخاطفين، ولو أي حد قرب منها هتقسمه نصين، فلازم هيون يحاول يدمر الدواير دي علشان يقدر يدخل مخبأ الخاطفين. وبنعرف إن الخاطفين دول هم جواسيس إمبراطورية كرانين، واسمهم كلاب صيد الامبراطورية، ودول شغلتهم ان يطاردوا اللاعبين ويبتزوهم. بس هيون بيقرر انه مش هيوصلهم لهدفهم، وبيأمر بيرس انه يقتل الخاطفين برمح القوس من غير ما يدخل الدايرة. وفعلا بيرس بيدور فيهم القتل، وبيفكر هيون في طريقة يقدر يكسر بيها الدايرة السحرية لحد ما بيقدر يكسرها بالخنجر بتاعه، وبتتدمر الدايرة. وبيجي وقت ان هيون يقتحم المخبأ هو واللي معاه، بس قبل ما بيهجموا بيقول لهم هيون ان ما يستخدموش السلاح غير بس في الضربة الاخيرة، وده علشان خايفين ان اوني المخطوفة يحصل لها حاجة وهما بينقذوها. وبيدخل هيون وبيلاقي ان كل اللي موجودين مستويات قوتهم مش كبيرة قوي زي الحرامية العاديين، وبيوجه جيك وفيليب ان كل واحد يروح يهجم في حتة، وهيون بيروح في حتة تانية وبيهجم على الناس وبيدور فيهم الضرب والقتل. ووقتها بيجي حراس المكان وبيجمعوا بعض وبيهجموا على هيون، وهيون بيلاقي ان عددهم كبير ومش بيبقى عارف يعمل ايه معاهم، وبيرموا عليه اسهم كتيرة، ولكن هيون بيقدر يرد لهم الاسهم دي وبتيجي فيهم. بس هيون بيحس انها مش كفاية وبيطلع السيف بتاعه علشان يقتلهم، ولكن وقتها الخاطفين بيترعبوا من قوة هيون وبيطلعوا يهربوا. وبيبص هيون على جيك وبيلاقيه بيستخدم قدر كبير من طاقة المانا، وبيبقى متضايق لان كده بعد ما يمشوا هيبقى في اثر ليهم في المكان. وبيقدر هيون يخلص على كل اللي موجودين في المكان، وبعدها بيجي بيرس وبيبلغ هيون انه قلب الدنيا على اوني، ولكنه ما بيلاقيهاش، بس لقى شوية ناس مخطوفين فوزع عليهم اكل وحماهم لحد ما الهجوم يخلص. ووقتها بيحس هيون ان في ساحر في المكان لانه المسؤول عن الدايرة السحرية اللي حصلت. وبيقول بيرس انا استنتجت ان الاشخاص المهمين والاسرى موجودين في مكان تاني، ولكن انا ما قدرتش الاقي المكان ده بقدراتي. اتوقع ان هم محطوطين جوه دايرة سحرية مستواها عالي لدرجة اني ما قدرتش اكتشفها. بس بيشكره هيون على مجهوده برضه لانه بقاله شهر بس ولكنه اثبت قوته، وبيقول له هيون انه يجي وراه لانه تقريبا عارف المكان اللي هم فيه. وهيون بيأمر اللي معاه انه يدخلوا يشوفوا لو في حاجة في الاكواخ اللي موجودة، ومش بيلاقوا اي حاجة وبيتفضل كوخ واحد بس. ووقتها هيون بيحس انه هو اللي في حاجة مريبة، وبيقرب من ارض الكوخ وبيرشق فيها سيفه وبيتقسم نصين، وبيظهر باب تحت الأرض وبيفتحه هيون وبيلاقي سلالم سرية وبينزل عليها، ولكن بيتفاجئ بوحش عملاق طلع عليهم. وفيليب بيقول ان ما ينفعش يتفرقوا لان لو اتفرقوا مش هيقدروا يقتلوه، وبيلاقوا ان عددهم بيزيد. وبيقول هيون ان دول خيالة الامبراطور ونقاط ضعفهم مختلفة عن البشر، وعلشان يقتلوهم لازم يركزوا على رأسهم. وهيون لما بيعرف ان فعلا خيالة الامبراطورية بيستغرب وجودهم، وبيقول انه واجه وقت وحش في حياته السابقة بسببهم. وبيحكي هيون ان في حياته السابقة هاجم مخبأ الامبراطورية في مدينة البداية في السادس شهر دخل في اللعبة، ودي كانت مهمة عنده. ولما ظهروا خيالة الامبراطورية كل اللاعبين ماتوا وفي شوية هربوا، وكان هيون من ضمنهم. وده لان هيون وقتها كان مستواه اقل من الوحوش دول، اما دلوقتي هو مستواه عالي هو والفرسان اللي معاه. وفوق كل ده هيون بيقدر انه يكتشف نقاط ضعفهم وبتبقى ظاهرة قدامه، وبيقرر هيون انه هيطعنهم في اماكن نقاط ضعفهم دي، وفعلا بيقدر يخلص عليهم كلهم. وفيليب بيقول ان هيبقى خطر عليهم لو دخلوا دلوقتي، ولكن هيون بيقول ان لازم يدخلوا في اقرب وقت لان الاسرى المخطوفين هيتعرضوا للخطر كل ما احنا اتاخرنا عليهم. وبيقول له فيليب انه يخليه مع بيرس يحمي ظهورهم، وهو وجيك هيتعاملوا مع الاعداء
الأعداء. وبيفرح هيون وقتها لأن بقى عنده أتباع يقدر يعتمد عليهم، وبيدخلوا للأوضة السرية وبيبقى في وحوش شكلهم غريب محفوظين جوه بوابة خضراء. وبيرس لما بيشوف كده بيقول إن الوحوش دول وكمان خيالة الإمبراطورية مصنوعين من أجسام الناس اللي اتخطفوا واتقتلوا. وبيقول هيون في نفسه أنا شفت الموضوع ده كتير في حياتي السابقة ولكنه مخيف جدا، وافتكرت إن انضم ليهم في يوم من الأيام، ولكن الإمبراطور بتاعهم راجل مجنون، ولو بقيت تبعهم هيبقى كأني رميت نفسي في النار. وبنعرف إن البشر بالنسبة للإمبراطور مالهمش لازمة، وفيران تجارب يعمل عليهم أبحاث أو يخليهم أكل لخيالة الإمبراطورية. وحتى لو في شخص من فئة عالية فكر بس إنه ضايق الإمبراطور بيتعدم في وقتها. وبيفتكر هيون إن مرة كان عند الإمبراطور وفي واحد اعترض على كلامه، راح جسمه انفجر في وقتها. فبيقرر هيون إنه مش هيحط نفسه مع الإمبراطور نهائي. وبيجي بيرس لهيون وبيقول له إن في بره صحراء بيحاولوا يعملوا دايرة سحرية قدام الباب اللي هم فيه علشان يحاصروهم جوه ويقدروا يقتلوهم. وبيروحوا كلهم علشان يهاجموا الصحراء والحراس بتوعهم قبل ما يحاصروهم. وبيرس بيجي من فوق وبيقعد يحدف أسهم على الصحراء، ولكن هيون بيكتشف ان في صحراء جوه دايرة سحرية، فلازم يدور الدوائر علشان يقدر يقتلهم. وبيحدف رمح على الدايرة ولكن بيلاقيها اقوى بكتير من انه رمح يكسرها. وبيستخدم هيون التحريك الذهني في انه يدمر الدايرة، وفعلا بيقدر يدمرها. ولكن وقتها بيبقى في حراس كتيرة تبع الامبراطور موجودين، ولما بيلاقوا هيون قدر يوصل لهم بيقرروا يقتلوه هو واللي معاه. وفيليب بيبقى هو واقف بيتصدم، ولكن هيون بيحس ان ما ينفعش فيليب هو اللي يتعامل معاهم لان قوتهم جبارة. وبيبص هيون على واحد منهم واسمه ماكدويل، وبيبقى وصل للمستوى 71 فجأة. وجيك بيبقى مستغرب ان معدلات قوتهم زادت كده فجأة، وكل اصحاب هيون بيهجموا عليهم، وهيون بيتدخل وبيقعد يقتل في الوحوش. وماكدويل بيبقى متعصب وبيقول في نفسه يا ترى مين دول؟ بما انهم بيستخدموا السيوف المدببة فانا اعتقد انهم من مقاطعة الفيكونت راندال، مع اني شاكك في الموضوع ده. وجيك لما بيلاقي قاعد بيفكر مع نفسه بيقول له يا عم انجز، انت كده كده ميت، انت بتفكر في ايه؟ وبيتعصب ماكدويل وبيحس هيون ان ده القائد بتاع وحوش الخيالة الامبراطورية، وبيفكر هيون في طريقة يقدر ينجو بيها هو واللي معاه. واللي ماكدويل وقتها بيستخدم قدر كبير من المانا وبيهجم على هيون، ومساعدين هيون بيحسوا ان خلاص كده هيون مات. ولكن هيون بيبقى مستخدم درع قوة قدر يحميه من الهجوم ده. وبيتضايق ماكدويل وبيقول في نفسه الولد ده شكله قوي ومن الرتبة اف وحاسس كده انه خطر. وبيهجم ماكدويل عليه بس بيحس ان في حاجة بتمنعه من انه يقرب لهيون، وبتبقى دي قوة الدرع، وبقى حاجز بيصد الهجمات البدنية اللي بتكون اضعف من قوة المانا. وحتى لو اقوى شخص في العالم عامل هجوم هيضعف قصاد درع القوة، وهو درع موجود للناس العاديين، علشان كده اللاعبين هيموتوا ويبقى عندهم الدرع ده. وهيون وقتها بيحس انه محظوظ جدا علشان بيمتلك درع زي ده. وبيفضل ماكدويل مستمر في الهجمات، وهيون برضه بيفضل يتصدى له. وبيقرب هيون عليه وبيقرر انه خلاص هيخلص المعركة دي، ولكن بيلاقي قوة بنفسجية طالعة من ماكدويل، وبيبقى قدر ياخد قوة من درع القوة بتاع هيون. وفجأة الدرع بيدي لهيون قوة محرمة من الصعب ان حد يستخدمها، وبيطلع هيون طاقة ذهبية كبيرة، وبيتحول هيون لشخص عملاق وجسمه كله محمي بدرع ذهبي. وبيهجم ماكدويل عليه وبيصده هيون بإيده وبيشيله وبيرمي بعيد، وبيقرب هيون عليه وبيخلص عليه في وقتها. وبيرجع هيون لحالته الطبيعية وبيقول في نفسه الطاقة دي أول مرة أحس بيها، وحاسس إني فعلت جزء من قوتي الداخلية، وكل ده بفضل أدوات النظام، ولكن قريب هقدر أوصل للقدر ده من الطاقة لوحدي. وبعد ما بيموت ماكدويل بيلاقي هيون معاه حجر مانا، وبيقول إنه هيكتشف طريقة استخدامه بعدين. وبيجي بيرس وبيقول له إنه لقى أوني والأسرى المخطوفين، وبيقول له هيون إنه يجمع أغراض المخطوفين علشان يسلمهم لأهلهم. بس للأسف بيرس بيقول له إن أوني حالتها الصحية بايظة خالص، فبيجمع هيون المساعدين بتوعه وبيقول إن لازم يمشوا في أسرع وقت. بس جيك بيقول له إنه ياخدوا الأغراض اللي كانت مع خيالة الإمبراطورية لأنهم هتفيدهم جامد وتمنها غالي جدا.
وبيقول هيون في نفسه الولد ده عنده حق، كفاية درع القوة اللي ماكدويل كان لابسه، هو ما اعتقدش انه هو هيفيدنا في حاجة، ولكن كفاية انه هيبقى اثبات لينا اننا خلصنا على جواسيس الامبراطورية المجرمين. وبنعرف ان خيالة الامبراطورية دول اقوياء وبيقدروا يمسكوا الاشخاص عاليين المستوى بسهولة ويقبضوا عليهم كمان، واستسلم عدد كبير من اللاعبين قصادهم. وبيقول هيون انه مش هيركز معاهم دلوقتي، لان اهم حاجة عنده الفترة دي انه يركز على قوته وسيطرته. وبيبص هيون لجيك وبيحس انه مجهد، فبيقول له ان هيديله مكافأة على المجهود اللي عمله النهاردة واجازة كمان. وبيرس بيجي وبيقول ان تم استدراج باقي افراد خيالة الامبراطورية. وبيقول هيون في نفسه انا عندي فضول عن تعابير وشهم اللي هيعملوها لما يعرفوا ان وقعوا في الفخ بتاعي. وبنروح لأفراد عيلة الكونتراندال وبيبقوا بيدوروا على هيون في الغابة الملعونة ومش لاقيين ليه أي أثر. وبيقول رامون في نفسه الولد ده بعد ما قتلنا كلفنا جرعات استشفاء كتيرة علشان نرجع لقيد الحياة، وخسرنا قدامه علشان مش بنقدر نستخدم المانا في المدينة دي. ده كمان الحارس جيومي كان معاه درع طاقة وما قدرش برضه يفوز على هيون. وبيحسوا إن المكان اللي قدامهم في حد، فبيقرروا يروحوا علشان لو هيون هناك يمسكوه. ولما بيوصلوا للمكان بيلاقوا كنز كبير وقطع سحرية وذهبية مالية الأرض، وعينهم بتزغلل وبيفرحوا جدا. وبيلاقوا كمان درع طاقة، اتوقع ده فخ عامله هيون ليهم. وبنروح لهيون اللي بيبقى راكب حصانه، وبيجي واحد من رجالته وبيقول له ان هجموا على مخبأ في شرق الغابة وانقذوا الرهائن اللي فيه. وبنعرف ان الشخص اللي كلم هيون ده واحد من فرسان هيون، واول ما اعضاء نقابته المتواضعة، وكل واحد فيهم بيقدر يستخدم المانا ومتعلم مهارات السيف لعيلة اشتون. وبيقول هيون في نفسه ان دلوقتي بيمتلك 100 شخص في فريقه ويقدر يواجه اي اعداء بيهم مهما كانت قوة العدو. وبيوصل هيون لارض ميرا، وهناك ناكيا بتبقى قاعدة مستنياه بفارغ الصبر وبتتمنى ان اختها تكون بخير. وبيقرب هيون عليها وبيديلها اختها، ولكن بيقول لها ان حالتها الصحية بايظة فهم هيعالجوها في القصر بتاع برنارد. وبيفرح هيون بنفسه لانه انقذ حياة الاسرى اللي لولاه كان زمانهم ميتين دلوقتي. وكمان ساعد الكيميائية نيكا انها تصنع ادوية مفيدة للناس من خلال الموارد اللي كان بيديها لها. وهيون بيبقى عايز يخلي العالم احسن وينقذ عدد اكبر من الناس، بس بيحس هيون انه عايش حياته بالطول والعرض زي في حياته السابقة، فبيقرر انه هيعمل تعليمات النظام وبس. وبيقول لفيليب في ناس واقفة من اهالي المخطوفين باين عليهم الحزن، فياريت تعوضهم عن فقد عيالهم وتديهم فلوس وكمان توفر لهم وظيفة كويسة. وبيطلب من جيك كمان انه يساعده في المهمة دي. وبيقول هيون في نفسه انا كده هاخد دعم من مواطنين مدينة ميرا، وده هيبقى مساعد كبير ليا وهيخليني اعرف اتعامل مع النقابات. وانا لازم دلوقتي افضل هنا وقت اطول علشان احسن مستوايا واكتسب خبرة اكتر واخد شهرة من المواطنين. وبيروح هيون يقعد مع رينالدو وبيشكروا رينالدو انه انقذ المدينة من شر خيالة الامبراطورية. وبيقول له كمان ان جه شخص من عيلة الكونتراندال وقال له انهم دوروا مخبأ الجواسيس وعايزين مكافأة، ولولا طلب هيون كان طردهم. وهيون بيقول في نفسه كده عيلة راندال بعد ما قالوا انهم اتعاملوا مع مخبأ الجواسيس فاكيد الامبراطورية هتركز معاهم. وبعدها رينالدو بيقول لهيون انه هيديله مكافأة على اللي عمله مع خيالة الامبراطورية ويطلب اي شيء هو عايزه. فبيقول له هيون ان في مكتبة في قصر العمدة وهو عايز يروح يبص بس على الكتب اللي فيها. وبيستغرب رينالدو من طلب هيون لان الكتب اللي هناك ملهاش قيمة بالنسبة له، ولكنه بيوافق في الاخر. وبيروح هيون للمكتبة وهناك بيقول في نفسه ان الكتب تبان قديمة ولكنها عبارة عن كنز كبير. وبنعرف ان كل الكتب اللي موجودة عبارة عن كتب مهارات، وبياخد هيون كتاب منهم وبيقدر يكتسب منه مهارة من المستوى اس. يا ترى ايه باقي المهارات اللي هيون هيقدر يكتسبها؟ وتفتكروا كمان هل باقي افراد خيالة الامبراطورية هييجوا ينتقموا من هيون؟ كل ده واكتر هنعرفه سوا الجزء اللي جاي. فياريت بقى لو لسه ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل الجرس وتديني اللايك والكومنت الحلو اللي زيك تقديرا ليا ولتعبي. وكل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم علينا جميعا. بس كده، اشوفك على خير ويلا نقول سلام.